حكام الجولة الأخيرة من الدوري المصري اللي هتتلعب يوم 20، لسه قدامها 8 أيام. في شوية تريكات كده وتفاصيل عشان أقول لك إيه اللي هيحصل في اختيار الحكام. مبدئيا كده خلاص الزمالك وسيراميكا بحكم أجنبي، وهو بعد يعني في معسكرين في نادي الزمالك، معسكر اللي طلب حكم أجنبي، ومعسكر تاني كان بيقول إن الحكم الأجنبي ملوش لازمة، وإن الحكم المصري سهل الضغط عليه و... ونقدر نطلع منه بحاجة بالبلدي كده. المعسكر اللي هو كان عايز حكم أجنبي مش هيخرج من جون أدوارد والباشمهندس هشام نصر. بره الاتنين دول بقى كله كان عايز حكم مصري، كله كان عايز حكم مصري. طيب ده ماتش الزمالك وسيراميكا. طب الأهلي والمصري وبيراميدز وسموحة، هو ما فاضلش غير 3 حكام. الراجل رئيس لجنة الحكام ده خلص على الحكام: ناجي وأمين عمر والغازي. امين عمر اوريدي كان لسه محكم بيراميدز وانبي، فاوريدي هيروح للاهلي والمصري، فانا خدها مني حكم ماتش الاهلي والمصري هيبقى امين عمر. يتبقى بيراميدز وسموحه، فمش هيخرج يا ناجي يا الغازي. هم دول حكام الجوله الاخيره اللي هتحدد مين بطل الدوري. اللي ليه امل ضعيف خالص هو الاهلي. الاهلي مطلوب ان الزمالك يخسر من سيراميكا، وكمان بيراميدز يتعادل من سموحه. يعني حتى لو الزمالك خسر من سيراميكا ما اعتقدش ان بيراميدز هيخسر من سموحه، لكن هو يبقى يعني امل ضعيف جدا وبسيط وطفيف. طيب بيراميدز، لا، بيراميدز عنده امل ان هو يكسب وان الزمالك يخسر. يعني بيراميدز والاهلي عايزين الزمالك يخسر من سيراميكا، مش زي ما بيصوروا لنا في الاعلام ان الاهلي هو المستفيد من خساره الزمالك من سيراميكا. الزمالك هو الأقوى والأقرب لبطولة الدوري. يعني الراجل عايز نقطة، يعني عايز نقطة. بس احنا طبعا اتعلمنا اللي بيلعب على فرصتين بيخسر الفرصتين، ولكم في دوري سيد عبد النعيم ويعني دوريات كتير، أو دوري 4-4 بتاع الإسماعيلي. ويعني وارد إن المعجزة تحصل، لكن هو بالأرقام والمنطق اللي الزمالك أقرب للدوري. والماتش هيبقى بتحكيم اجنبي، وده اريح لينا اهلاويه وزملكاويه وحتى مشجع بيراميدز. مش عايزين حكم مصري. هو بقول لك في ناس كتير بتحاول تهاجم قرار جون ادوارد والمهندس هشام نصر ان هم اللي كانوا ورا المطالبه بتحكيم اجنبي. ف هنشوف 3 ماتشات جوله حاسمه، ومبروك للي يفوز بالدوري.